بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن التحقيق مع المتهم، دور النيابه ايه، بتعمل ايه، اجراءات التحقيق ايه، ودور المحامي كمان ايه في التحقيق دوت. اول حاجه محضر الشرطه بيخش للنيابه، سواء كان محضر تلبس او محضر ضبط باذن نيابه. وكيل النيابه بيفرغ المحضر، يعني بياخده بينقله بفحواه ويقول كده: حيث عرض علينا الان محضر القضيه رقم كذا المحرر بمعرفه فلان الفلاني الضابط بالقسم او الضابط بالجهه المعينه والمحرر الساعه كذا، وفحواه 1 و2 و3 4 ومعاه حرز 1 و2 و3 4. يبقى وكيل النيابه بيفرغ كامل محضر الشرطه داخل محضر التحقيق. طيب بعد ما فرغه الاحراز قدامه، بيجيب المتهم وبيعمل حاجه اسمها مناظره للمتهم. المتهم دوت طويل البنيه، اسمر البشره، ذو شعر اسود، شاب في العقد الرابع من العمر، يرتدي الملابس الافرنجيه او يرتبس الملابس البلديه، عباره عن جلباب به سياله به جيب، او الملابس الافرنجيه عباره عن تيشيرت به جيب من الامام وزاحف جلدي اسود اللون وبنطال جينز ازرق اللون وتيشيرت احمر اللون. بيعمل حاجه اسمها مناظره للمتهم، بيثبت هو شاف ايه من نظرته للمتهم، هي دي اسمها مناظره المتهم. وفي بعض الجرائم وكيل النيابه بياكد قوي على الملابس، الجيوب اللي فيها، بياكد قوي على لابس ايه تحت الملابس ديت، الملابس الداخليه، حتى الملابس الداخليه ممكن يثبتها. بيثبت الجيوب في كام جيب، ورا ولا قدام، الجيب اللي ورا ايه واللي قدام ايه. وكيل النيابه بيثبت الاصابات الظاهره في المتهم، وبعد ما يخلص المناظره دي بيساله عن التهمه المنسوبه اليه، وبيقول له كده النيابه هي اللي بتحقق معاه، وانت متهم بكذا وكذا وكذا، كل ده شفهي، فبيجيب سلبا او بيقر بالتهمه. والنيابه بتساله اذا كان معاه محامي يحضر معاه التحقيق، او اذا كان عنده شهود نفس، فهو اما بيقول معايا محامي فلان المحامي، او ما معيش حد. ده اسمها الديباجه الاولانيه اللي بتكون في اول التحقيق. ده كله ده اجراءات شفهي، ما خدناش ولا كلمه من المتهم. طيب معاه محامي، بيثبت وكيل النيابه ان معاه الفلاني المحامي، والاصل ان المحامي ما يسيبش المناظره تتم من غيره. الاصل ان المحامي يحضر مع المتهم اثناء المناظره. مفيش حاجه اسمها يتسال المتهم من غير ما يكون معاه المحامي، مفيش حاجه اسمها ان المتهم يدخل لوكيل النيابه من غير المحامي. طالما في وكيل نيابه وفي متهم لازم يكون في محامي. ده اذا كان عنده محامي، ما عندوش حاجه ثانيه بقى. الاصل ان القانون الزم النيابه انها تنتدب له محامي لو مفيش محامي. والنيابه برضه بتثبت اذا كان في اصابات ظاهره ولا مفيش اصابات ظاهره، وبعد كده بتساله اذا كان في اصابات داخليه، حاجه مش ظاهره ولا مفيش. طيب اول حاجه بتعملها ايه النيابه بعد خلصنا المناظره، خلصنا السؤال، خلصنا اثبات حضور المحامي؟ اسمك وسنك وعنوانك. انا فلان الفلاني، اسمي كذا، سني كذا. الاول كانت النيابه اثبتت ان هو في العقد الثالث في العقد الرابع، ده شكلا من خلال مناظره النيابه للمتهم. انما دلوقتي هو رد المتهم على النيابه. انا اسمي فلان الفلاني، عندي 25 سنه او 26 سنه او ايا كان السن ايه، ساكن في الحته الفلانيه. بعد كده اما النيابه بتساله عن التهمه مباشره: ما قولك فيما هو منسوب اليك من انك متهم بكذا وكذا وكذا وكذا. المتهم اما حصل او ما حصلش النيابه بتساله على طول: ما قولك فيما جاء بمحضر الضبط؟ لا ما اعرفش او عارف. طب قال ما اعرفش. هل تعرف الضابط فلان الفلاني او في صله بينك وبينه؟ اعرفه او ما اعرفوش. طب ليه بيقول كده ما اعرفش؟ ده كده كله ده الايه؟ الانكار. يبقى في حاله الانكار وكيل النيابه خلاص بيبدا بقى معاه: ما هي ظروف ضبطك واحضارك؟ دي بقى مش اجابتها حصل ما حصلش، دي اجابتها والله انا اتقبض عليا الساعه كذا بتاريخ كذا، اتقبض عليا من البيت، اتقبض عليا في كمين من الشارع، اتقبض عليا باي شكل اخر. المهم هو بيشرح انا اتقبض عليا ازاي وامتى بالظبط. طيب بعد كده بيروح فاضل، لو في حرز بيفض الحرز قدامه وبيعرضه عليه، يقول له ايه رايك في الحرز ده؟ يقول له والله ده مش بتاعي. لا والله ده بتاعي. المخدر مش بتاعي، الفلوس بتاعتي والتليفون بتاعي. كل ده في حاله انكار المتهم. طب لو المتهم اقر بارتكاب الواقعه، تبدا بقى اسئله ثانيه خالص عن كيفيه ارتكاب الواقعه، علاقته بالمجني عليه، علاقته بالحرز، ازاي حصل ده كله. بيبدا يصور له بشكل شفهي وبشكل نظري عن كيفيه ارتكاب الجريمه. وممكن وكيل النيابه ياخد المتهم لمكان الجريمه، يخليه يمثل قدامه ارتكب الجريمه ازاي، واحيانا بيصوروا صوت وصوره. اما في حاله الانكار فبتساله بقى سؤال اخير: انت تعرف الضابط فلان الفلاني؟ لا ما اعرفوش. طب بيقول عليك كده ليه؟ ما اعرفش. وطبعا من حق المحامي في اي وقت انه يبدي اعتراضه او يثبت ملحوظه، اي حاجه شايفها ضد موكله يثبتها. ومن حقه يطلب من النيابه توجيه سؤال معين للمتهم، والنيابه من حقها بس هتثبت السؤال وتوجهه او ما توجهوش، ده شأن النيابه. المحامي بيستنى بعد التحقيق ما يخلص، بيطلب اي طلب يخص المتهم. ممكن يكون شايف ان المتهم محتاج يتعرض على الطب الشرعي، ممكن يكون شايف ان المجني عليه محتاج يتعرض على الطب الشرعي، ممكن يكون شايف
ان المتهم مريض فلازم يتعرض على المستشفى دلوقتي. في اي حاجه المحامي لصالح المتهم بيطلبها، والطلب الاخير بيكون طبعا اخلاء سبيل المتهم وشرح انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، فبالتالي بيطلب اخلاء سبيله علشان ما ياخدش 4 ايام من النيابه. النيابه اما بتصدر قرارها باخلاء سبيل المتهم او بتصدر قرارها بحبس 4 ايام، وفي الغالب بيكون قرار النيابه طلب راي جهه فنيه زي الطب الشرعي مثلا، طلب تفريغ كاميرات، طلب تفريغ موبايلات او لابتوب او اي حاسب آلي، اي طلب من الادله الجنائيه او اي جهه ثانيه ذات خبره معينه في موضوع القضيه دي. ولو ما فيش تحريات سابقه النيابه بتطلب تحريات، ممكن تطلب سماع شهود، ممكن تطلب سماع المجني عليه او اقاربه او الجيران، تطلب تفريغ الكاميرات لو مش متفرغه، تطلب تفريغ الهواتف او اجهزه الحاسب الآلي او اي جهاز ثاني، ممكن تؤمر بالقبض على اخرين. وطبعا القرار الاهم في ده كله اما اخلاء سبيل المتهم او حبسه على ذمه القضيه. وبكده بيكون خلص التحقيق الابتدائي مع المتهم. وطبعا لما بيجي بعد كده التقارير الفنيه ديت او بيجي الشهود يتسالوا او بيجي ضابط المباحث او ضابط الواقع او ضابط افتتاح المحضر او ضابط اكتشاف الجريمه يتسال في النيابه، ممكن تعيد سؤال المتهم تاني، ممكن تعيد سؤال شهود تاني، ممكن تعيد سؤال المجني عليه تاني. النيابه لما بيجي لها التقارير الفنيه بتفرغها طبعا في محضرها، زي ما فرغت محضر الضبط بتفرغ محضر التحريات، بتفرغ اي تقرير فني في محضر التحقيق. وممكن كمان تسال الفني اللي كتب التقرير ده، سواء كان طبيب شرعي او خبراء الحرائق والمفرقعات او خبراء في المصنفات الفنيه او لجنه من الاذاعه والتلفزيون اللي عمل التقارير ديت، من حق النيابه انها تساله سين وجيم وتستوعبه في الحاجات اللي هي مش واضحه عشان توضحها في التحقيق بتاعها. وبعد النيابه ما بتخلص تحقيق مع المتهم وبتخلص تحقيق القضيه عموما، اما بتعقد الخصومه بانها تعمل مذكره وتحيلها للمحامي العام علشان يعمل قرار احاله ويحيل القضيه لمحكمه الجنايات المختصه. في الحاله دي بقى بعد الاحاله النيابه كانت الاول قاضي بتحقق ممكن تدي الا وجه، فبالتالي كأن ادت براءه. طالما احالت القضيه هي عقدت الخصومه مع المتهم، اصبحت خصم. الاول كانت طرف قضائي، دلوقتي بقت خصم في الدعوه الجنائيه. كنا الاول بنطلب من النيابه اي طلبات، دلوقتي ما ينفعش نطلب من النيابه لانها اصبحت خصم، فبنطلب من المحكمه. وممكن نطلب من المحكمه الزام النيابه بعمل معين، والعلاقه بتكون متهم قدام نيابه وبتفصل بينهم المحكمه. ويا رب اكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.